السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي سلسلة جديدة قررت أبدأ فيها دلوقتي بناء على بعض أسئلة المشتركين على القناة. قلت بدل ما نستنى قدام للحلقات المخصوص اللي هنجاوب فيها بالتفصيل على الأسئلة دي، ممكن نحط إجابة مختصرة سريعة مش مبذول فيها مجهود كتير وتكون نافعة بإذن الله. السؤال من كريم بيقول: أنا دلوقتي راكب عربية فيها موتور ال VW 1400 التوين شارج اللي هو سوبر تشارجر وتربو تشارجر. الموتور ده بيطلع في حدود 160 حصان وهو بيشتكي دلوقتي العربية بتنك، أعمل إيه؟ محمد رد عليه في التعليقات وقال له نحاول ندور على بنزينة نظيفة ونحاول نحط إيثانول ونشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله. انا هقول لك دلوقتي على حلين عمليين باذن الله يقدروا يساعدوك لغايه لما نلاقي حل. المشكله دي بتظهر بشده في الصيف درجات الحراره العاليه، الهواء السخن اللي داخل الموتور، الهواء بتاعنا بيعدي على انتركولر العربيات التربو، الهواء بيعدي على الانتركولر عندنا مكانه ذكي جدا، محطوط قدامه رادياتير وفي ظهره سربنتينه التكييف شغال، السربنتينه بتبخ عليه حراره من الناحيه دي والرادياتير معدي فيه ميه سخنه بتبخ عليه حراره من الناحيه الثانيه، فدرجات حراره الهواء اللي داخل الموتور توصل ل 60 70 80 في الصيف، وانت واقف ممكن توصل لاكتر من كده، فدي بتساعد على النوك. الحاجه الثانيه اللي بتتسبب في النوك ان احنا المنطقه اللي احنا اتكلمنا عليها، المنطقه الخطر اللي فيها RPM قليل وحمل عالي، دي بتؤدي لمزيد من حراره وضغط على الموتور بيسبب لنوك. مين اللي بيساعد عندنا كده؟ التيون الستوك بتاع الفتايس بتاعتنا، تيون مستفز جدا وموجه ناحيه الايكونومي. يعني غالبا العربيه اللي بنتكلم عليها دي فيها الفتيس السبعه نقلات الدراي، انت ممكن تلاقي نفسك ماشي على 60 كيلو في الساعه وعلى السابع، والار بي ام يا دوبك 1000 1100 1200، ارقام قليله جدا، وتيجي تدوس على الدواسه تلاقي العربيه هي مصره تفضل ماسكه في السابع، بكتير قوي ممكن تقوم نازله للسادس. طب انا عمال ادوس 40% 50% وهي ماسكه في النقله، لازم تدوس جامد قوي علشان تقوم منزله نقلات ومعليه ار بي ام علشان تبعد عن المنطقه اللي فيها نوك. فدي اسباب المشكله الرئيسيه. التعامل معاها بيكون ازاي؟ هديك حلين عمليين بسرعه. رقم واحد، انت هتتغلب على قصه الفتيس دي والتيون بتاعه بان انت هتضطر للاسف هتمشي مانيوال، رجلك هتبقى خفيفه على البنزين في الحر بالذات، مشغل تكييف وتطلع بالار بي ام ل2 ل3، حتى لو انت ماشي بالراحه مش دايس جامد تطلع على الار بي ام بالراحه، العربيه تبقى مرتاحه وتنقل النقله اللي بعديها وهكذا. فده الحل الاول السريع اللي هيفضل معاك سواء صيف او شتاء. في الشتاء المشكله دي بتقل جدا جدا، وعشان كده هتلاقي ناس كتير بيقول لك يبقى حل التوين شارج ده شيل الفتيس السبعه حط السته الويت، بيفضل ماسك النقلات اعلى، الجيرز ما بيخليش الار بي امات تنزل قليل قوي. القصه كلها بغض النظر انت عندك الفتيس ده ان انت الار بي ام يبقى عالي شويه، ما تبقاش ماشي على 60 مثلا وار بي ام 1000 وتقوم محمل رجلك على الدواسه. في حل تاني بيساعد نوعا ما في القصه دي، بس ده مش من الحلول اللي هطرحها عليك دلوقتي، هو الدي تي اي البيدال بوكس بيسرع استجابه الدواسه، وده هيتعمل له حلقه لوحده ان شاء الله. انا في الموتور ال 1400 ال 120 حصان التربو انا عايش بالبيدال بوكس ده. البيدال بوكس بيسرع استجابه الدواسه، بيخليك لو قمت دايس مثلا ربع دوسه، هو فهم كده ان انت انا عايز اسرع شويه، يقوم نازل نقله واتنين، فبيسرع استجابه الدواسه بدل ما انت محتاج تدوس كتير قوي ومستثقل الدواسه ومكسل تدوس للاخر، او دمها بيبقى تقيل ان انا لازم ادوس للاخر خالص عشان العربيه تكيك داون. لا، التاني هتدوس حبه صغيرين مش كتير قوي، هتلاقي العربيه هتكيك داون اسرع شويه. الحل التاني هو الايثانول. انا اعرف ناس كتير بيركزوا في استعمال الايثانول مع الصيف. الايثانول مكلف، وان انت تحط مع كل تفويله ايثانول دي حاجه مكلفه، فعلشان كده هو مش حل عملي قوي، لكن لو انت مضطر له في بعض الاحوال هقول لك استعمله، واستعمله بنسب قليله. يعني انا بحط E5 احيانا E4 احيانا E3 في الحر، هقول لك يعني ايه النسب دي دلوقتي. بحس ان النكات وضعها بيتحسن كتير قوي. طبعا انا بعالجها بقصه ان انا بتعامل مع الفتيس زي ما قلت لك، لكن النسب دي بتساعد شويه في مقاومه البري ديتونيشن. يعني ايه E5؟ يعني 5% من نسبه الوقود اللي في التانك بتاعك ايثانول والباقي بنزين. الناس بتحسبها احيانا غلط، يعني انت لو عندك التانك بتاعك فيه 50 لتر بنزين، خلاص انا محتاج اشيل منه قد ايه بنزين واحط قد ايه ايثانول عشان يبقى 5%. انت لو شلت 5 لتر بنزين وحطيت 5 لتر ايثانول، انت كده بقيت كام؟ 10%. ليه؟ 5 ايثانول و45 بنزين، فانت نسبة الايثانول 5 على 50 دي ال 10%. يبقى انا لو عايز احط E5 على 50 لتر هعمل ايه؟ هحط في التانك بتاعي 2.5 لتر ايثانول و47.5 بنزين. عايز احط E4 E3 هتحسبها ايه؟ بالنسبة والتناسب. فدي نسبة الايثانول الحد الادنى اللي يخليه مش مكلف قوي ويساعدك شويه في مقاومه النوك لغايه لما تعدي شهور الحر دي، وفي الشتاء كده الموضوع اريح بكتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.